بسم الله الرحمن الرحيم. أتوجه بالتحية إلى شعبنا اليمني العظيم، وأترحم على شهدائنا الأبرار ضحايا يوم أمس السبت في الصالة الكبرى في شارع 50 بالعاصمة صنعاء، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل. هذا العدوان الغاشم البربري الفاشي الغير مبرر من قبل النظام السعودي وحلفائه، إن هذا العدوان لن يذهب سدى على الإطلاق. ضحايا الشعب اليمني وضحايا سوريا وضحايا العراق وليبيا ولبنان لن تذهب سدى من قبل ذلك النظام السعودي الوهابي التكفيري. الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات، آن الأوان وحانت ساعة الصفر أن أدعو كافة أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، وعلى وجه الخصوص القوات المسلحة والأمن الذي شملتهم هيكلة الفار عبد ربه منصور هادي، إلى جبهة القتال، إلى الحدود، للأخذ بالثار ضحايانا الذي قتلوا في الساحات وقتلوا في المعسكرات وقتلوا في الأسواق، ومنها المجازر المروعة. هذه أكبر مجزرة هي الصالة الكبرى. ولنبدأ بمجزرة أطباء بلا حدود في منطقة عبس، ومجزرة المزرق، ومجزرة مستبة في حجة والمخاء وواحجة والجحملية ومنبه وسنبان ورازح وأسواق نهب وحي الهنود في محافظة الحديدة. هذه المجازر التي ارتكبها النظام السعودي، ومجزرة سحار ومجز وأرحب وسعوان ومفرق شرعب ومفرق حيفان والأسواق في لحج. هذه المجازر التي ارتكبها النظام السعودي الرجعي الكهنوتي المتخلف. الحرب لها أصول، ولكن لا يعرف الأصول، يعرف الحقد، لأنه نظام وهابي تكفيري، نظام وهابي تكفيري لا يؤمن بشيء، يؤمن بالمال والتآمر على الآخرين. تتآمر على جيرانك في اليمن والعراق وسوريا وليبيا ولبنان، تتآمر بأي حق لا يشكل خطرا على أمنك القومي على الإطلاق. ما هو إلا حقد تكفيري وهابي. الأخوة والأخوات الأعزاء، إننا أدعو كل أبناء الوطن إلى التلاحم والتعاضد، شبابا وشبانا ورجالا ونساء، لمواجهة هذا العدوان السافر المتغطرس الرجعي الكهنوتي، لمواجهة هذا العدوان بكل قوة. وعليكم التوجه إلى جبهة القتال بأسلحتكم وعتادكم، وعلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ووزارة الداخلية وضع الترتيبات اللازمة لاستقبال المقاتلين، استقبالهم في الجبهات، في جبهات الحدود في نجران وجيزان وعسير على الحدود مع الجارة، زائد مواجهة العدوان الداخلي إذا لم يستجيبوا لقرار العفو العام الذي وجهه المجلس السياسي الأعلى، فليستفيدوا من هذا القرار ويعودوا إلى جادة الصواب. كل القتلى يمنيين، الذي يقتل في صف العدوان يمنيين، دم يمني، والذي يقتل في صف الشعب اليمني الصابر والصامد كله دم يمني. إذن لماذا ما نحاور أنفسنا
ونصلح أنفسنا ونواجه العدوان. لماذا نقتل بالإيجار؟ نقتل بالإيجار من 2000 ريال سعودي، من 3000، والكثير منهم من 7000، من 10000، من 20000، من 100000، من مليون، من مليونين. تقتلوا ليش؟ يا شعب الإيمان والحكمة، يا شعب الأصالة والتاريخ، شعب الحرية والديمقراطية، تقتلوا لماذا؟ تعالوا نتحاور ونتفاهم. ناديت برحيل صالح من السلطة ورحلت، وانتخبنا رئيسا مؤقتا اسمه عبد الرب منصور هادي، لن يلتزم لا بالدستور ولا بالنظام ولا بالقانون. هذا هو الشخص من مخلفات الاستعمار البريطاني وتربية بريطانية وأمثال كثير. لا يعرف حقوق الإنسان، يعرف أنه خائن لوطنه بس. هذا مرتزق رقم واحد. أنا كنت أتجنب ذكر الأسماء، ولكن المجزرة حق يوم أمس أجبرتني على ذكر الأسماء لهؤلاء الخونة والعملاء. أحد العملاء والذي كان من أقرب المقربين لصالح يقول أن تفجير الصالة الكبرى بشنطة ملغومة، وهي الطائرات تحوم فوق صنعاء وتضرب صواريخها على الصالة على مرأى ومسمع. يا خونة، يا عملاء، يا سفهاء. وأجبرتني على أن أخرج عن الأدب واللياقة إلى أن أقول لكم يا سفهاء، وبالذات أنت يا سفيه، يا أسفه السفهاء. أنت تقول هي شنطة ملغومة. أحيي أولئك الذين أدانوا العدوان، الأخ عبد الملك المخلافي، توكل كرمان، علي البخيدي، حسين الأحمر، وكثير من أدانوا العدوان من الذين هم واقفين في الصف الآخر. أنا أحييهم أنه وقت الجد جد، وأحيي من أدان العدوان ولن أذكر اسمه، أحييه وأشكره وأشكر من زيدين العدوان. إنني أطالب في هذا اليوم الأمم المتحدة أن تتحمل كامل المسؤولية، لأنها في حالة عدم أن تتخذ قرارا ملزما بإيقاف الحرب والعدوان والإدانة، فهي شريكة في هذه المجازر التي ترتكب في اليمن، وشريكة بما يحصل في العراق، وشريكة ما يحصل في سوريا. فهي شريكة أمم متحدة إذا لم تتخذ قرارا ملزما. أحملها كامل المسؤولية. أدعو كل المؤسسات، مؤسسات الدولة، إلى العمل بجدية وبإخلاص والترفع عن الثغائر والحفاظ على مكاسب الثورة والجمهورية، وأن يوحدوا الصف في مواجهة هذا العدوان، وأن لا يستمعوا للتسريبات والخزعبلات والذي ليس معهم شغلة إلا النفاق عبر الفيسبوك، عبر المقالات الكلام الفارغ الذي يعملوا على شق الصف الوطني. وهذا يخدم العدوان الذين يسعوا إلى شق الصف الوطني. أدعو المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته إذا ما يحدث من مجازر في اليمن. لا نستكفي بالإدانة، ولكن نريد قرارات ملزمة لإيقاف هذا العدوان البربري القاشم، عدوان آل سعود ومن تحالف معهم، عدوان المذهب الوهابي التكفيري. إن الإرهاب المتفشي في كل أنحاء العالم وراءه المذهب الوهابي، ولكن النفاق لدى بعض الأنظمة وبعض المنظمات تنافق هذا النظام لأن عنده مال، ليس عنده ثقافة سياسية أو ثقافة اقتصادية أو ثقافة اجتماعية، هي ثقافة المال وشراء الضمائر. أدعو منظمات حقوق الإنسان أن تتحمل مسؤوليتها إذا ما يحدث من ارتكاب جرائم حرب، وأننا سنقاضي هذا النظام ومن تحالف مع النظام آجلا أم آجلا أمام المحاكم الدولية. أما بالنسبة للذين يستمروا في غيهم من اليمنيين الذين يحددون الأهداف ويسلمون الإحداثيات، سنحاكمهم بالطريقة الذي يعرفها آجلا أم عاجلا. ومعي الشعب اليمني كله
وأن يحث المجلس السياسي الأعلى أن يتحمل مسؤولياته ويعالج القضايا أولا بأول، وأن يكفل استقبال المقاتلين بالتوجه إلى جبهات القتال بعتادهم بأسلحتهم، ولا عليك إلا أن تأمن انتقالهم إلى الجبهات، وهم سيؤدون الواجب ويأخذون بالثار ويردون الصاع صاعين. تحياتي لك أيها الشعب اليمني العظيم، تحية لكم رجالا ونساء. أكرر التعازي لأسر الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأتمنى لأخواتي وبناتي الصبر الصبر الصبر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.